السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض الطحينة الخام البيتي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، شايفين القوام بتاعها. دي اول ما عملتها، وهنا بقى تاني يوم قلت اصورها لكم تاني يوم علشان تشوفوا الطحينة ازاي جميلة، والسمك كمان او القوام بتاعها طالع جميل وتقيل، وكمان الطحينة ما فصلتش زيت. وده اللي هنعرفه في الفيديو، ونعرف الطريقة اللي تخلي الطحينة ما تفصلش منك وتبقى ما تعزلش يعني، وتعمل لك طبقة زيت تاني يوم على الطحينة، تيجي تاخدي منها تلاقي طبقة الزيت على الوش. تمام، شايفين ما شاء الله جميلة جدا. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف احنا هنعملها ازاي. معايا هنا ربع كيلو من الفول السوداني، وربع كيلو من السمسم انا مستخدمه تمن من او كوبايه من السمسم اللهم صل على سيدنا محمد المحمص، وتمن من السمسم الابيض الني يعني. والدقيق بقى الدقيق حسب ما انت عايزه، انا هستخدم نص كوبايه من الدقيق. ممكن تزودي الدقيق وممكن تزودي برضو الزيت هستخدم كوبايه من الزيت. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، سهم اسفل الفيديو بتلاقي فيه المقادير على طول، او بتضغطي على العنوان وبيظهر لك المقادير. تضغطي على العنوان مرتين بيظهر لك المقادير. تمام، اول حاجه بقى هنحضرها. معايا بقى مقلايه كده على النار تسخن، وننزل بالسمسم. اول حاجه هنزل بيها السمسم اللي هو الني. تمام، بنشوف السمسم كده يعني مش عايزين نحمصه، يعني ما يتحمصي، يسخن بس عشان نطلع الرطوبه اللي بتكون في السمسم. بمسك كده بايديا الاقيه سخن، وايديا تتحمل السمسم وانا ماسكاه. تمام، هحمص بقى برضو، مش هحمص، هطلع برضو الرطوبة من الفول السوداني. ودي اهم حاجة في الطحينة، علشان في بيعمل الطحينة كده على البارد، وبنحط بقى المكونات كلها مع بعض ونطحنها في الكبة او المطحنة، وبعد كده بقى بنلاقي الطحينة فصلت الزيت. تمام، اهو بمسكه كده بلاقيه سخن معايا، خلاص هي كده طلع الرطوبة بتاعته. مش بحمصه، ما تحمصيش السمسم ولا الفول السوداني. تمام، اخر حاجة بقى هنا، مش اخر حاجة قبل الدقيق يعني، السمسم اللي هو ايه متحمص برضو بنفس الطريقة. هقلبه يسخن بس اهو، بمسكه كده سخن دافي، ما نسيبهوش يتحمص خالص. طبعا هنا انا مستخدمة سمسم ني وسمسم متحمص، علشان بحب لون الطحينة يبقى لونها مغمق شوية زي ما بنشتريها من بره، ما تبقاش فاتحة. وهنا بقى الدقيق، حابة تستخدمي كوباية دقيق تمام يعني عادي، ممكن تستخدمي كوباية دقيق زي السمسم يعني والطحينة يعني. الدقيق والزيت دول بقى بيتزودوا على حسب ما انت عايزة، حسب قوام الطحينة، وفي نفس الوقت برضو انت حابة تضيفي الدقيق ازاي. تمام، هنقلب بقى المكونات كلها كده مع بعض. هاخدهم بقى، دي مطحنة الخلاط. تمام، لو عندك بقى مطحنة الخلاط هتطحني فيها، ما عندكيش هتطحني في الكبة. انا هنا بقى المطحنة، حتى يعني المطحنة بتاعتي كانت لسه جديدة اول مرة، مش اول مرة، تاني مرة استخدمها، بس لقيتها يعني حصل فيها عطل كده ومعرفتش ان انا اطحن فيها اهو. مش هتلف بقى معايا تاني، لقيتها بتعمل صوت. انتي بقى عندك المطحنة بتاعت الخلاط هتطحني بيها زي ما تحبي بقى. هنا انا عندي بقى الكبة دي ما شاء الله عملت السمسم، وطبعا خدت كمية كبيرة، وطحنتها كده بالشكل ده. اطحنيها جامد يعني، قلبي كده وارجعي اطحني لحد ما تطحن معاكي وتبقى عاملة عجينة كده زي ما انتوا شايفين.
شايفين حتى بتطلع الزيوت اللي في السمسم والفول احنا لسه ما ضفناش زيت، بس هي هتلاقي طلعت الزيوت اللي فيها، وده لان احنا حمصنا او سخنا، ما حمصناش بقى، سخنا الدقيق والفول والسمسم الاول عشان كمان يكون سهل الطحن معانا. هكمل برضو الكمية بقى بنفس الطريقة واطحنها، اطحنيها ناعم. وخلي بالك بقى يعني حاولي ان انت يعني تضربي شوية وتقفي شوية علشان الحاجة برضو ما تبوظيش الجهاز بتاعك. شايفين بالشكل ده، لان انا عايزاها عجينة كده ناعمة علشان الطحينة بتاعتي كده تطلع ناعمة وجميلة زي ما بنجيبها من بره بالظبط. عايزة اقولك ان هي احسن من بره بكتير يعني. بنزل بقى الحاجات اللي هي من فوق كده اللي ما اتطحنتش، وبرجع اشغل المطحنة تاني. لو لسه بقى وصلتي لحد هنا وما ضغطتيش لايك للفيديو، شايفين هنا طحنتها كده لحد ما بقت عجينة كده واتطحنت معايا جامد. تمام. هجيب بقى شفشق الخلاط، او ممكن كنت عملتها في الكبة برضو، بس هنا عندي الشفشق بتاع الخلاط سريع شوية. حطيت بقى هنا نص كوباية من الزيت، هنزل بنص كوباية الاول من الزيت، وهنزل بشوية من عجينة السمسم، وهشغل الخلاط بتاعي. ما احطش الكمية كلها علشان ما الخلاط بتاعي ما يبصي. وهضرب بقى كده ضرب ناعم، افصل واشغل افصل واشغل لحد ما يطحن معايا كده ويبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. باخد بقى شوية شوية وازود على الخليط بتاعي. شايفين بنزود شوية شوية، والخلاط طبعا شغال. هنا بقى لقيته ابتدى يتقل، القوام بتاعها ابتدى يتقل. هزود كوباية نص كوباية برضو من الزيت، بقية الكوباية. انا ضفت الاول نص كوباية، ودلوقتي بزود النص الكوباية تدريجي برضو، مش بزودها كلها مرة واحدة، لحد ما توصلي للقوام المطلوب والقوام اللي انتي حباه في الطحينة. لو زودتي كوباية دقيق، انا هنا حاطة نص كوباية دقيق، لو انتي عملتي كوباية دقيق هتحتاجي ان انتي تزودي الزيت. حطيت بقية السمسم اهو بالشكل ده. وهاخد بقية النص كوباية التانية بزودها اهو تدريجي زي ما انتوا شايفين كده. وقت ما بلاقيها محتاجة بروح مزودة زيت كده. انا بقى حطيت المكونات كلها كوباية للمكونات كلها كوباية من الزيت، نص كوباية في الاول والنص كوباية تدريجي كده بزوده بالشكل ده. كده القوام بتاعها كويس جدا. وطبعا بقى الطحينة كل ما بتقعد كل ما القوام بتاعها بيتقل اكتر. تمام. اهم حاجة بس تطحنيها ناعم لحد ما توصل معاكي وتكون ناعمة. وشايفين بقى اللون بتاعها جميل جدا. هنا بقى لو حابة ان انتي توزنيها وتشوفي الكمية بتاعتك، هنا الكمية طلعت يعني الميزان هنا طلع 600 وحاجة
على الميزان التاني، انا في ميزان تاني اللي هو بالكفة ده عندي بستخدمه للشغل. تمام، ده ميزان حساس. على الميزان التاني طلع 750 جرام، يعني كيلو الا ربع من الطحينة. شايفين قوامها بقى جميلة جدا، وطبعا كل ما هتقعد كل ما هتكون احسن وهتتقل كمان. اهو جميلة جدا وريحتها كمان تحفة. شايفين قوامها ولونها. انا مش بحب الطحينة اللي هي بتبقى فاتحة قوي دي، بحب اللون ده زي ما بنجيبها من بره كده بالظبط. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. انتوا شايفين الاكياس كمان، يعني لو مش هنجيب برطمانات من بره، البرطمان دلوقتي عدى التمن كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. الكيس بيبقى فاضي ما فيهوش حتى معلقة ب5 جنيه. طب وليه بقى ما احنا نعمل حاجتنا في البيت ونوفر؟ يعني الوقت اللي احنا فيه ده محتاج ان احنا كل حاجة نعملها بايدينا ونعملها في البيت ونوفر، ومحدش يستغلنا ويضحك علينا. شايفين انا حطيتها بقى هنا في البرطمان، وهسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. مش هقفل عليها البرطمان الا لما تبرد خالص. يعني طبعا احنا مسخنين السمسم والدقيق والفول، وكمان ضربينها في الخلاط بتسخن اكتر. فعلشان الطحينة ما تفصلش منك، سيبيها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده تروحي قافلة البرطمان وتشيليها بقى في التلاجة عادي وتطلعيها تستخدميها بقى في اي وقت. جميلة جدا وبتقعد معاكي فترة في التلاجة مع الفول بقى المدمس، سلطة الطحينة، سلطة بابا غنوج، جميلة جدا. شايفين بقى هنا تاني يوم قلت بقى لا لازم اوريكم بعد تاني يوم الطحينة ما فصلتش معايا خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وجربوها، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وكنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم. ما تنسوش اللايك والشير.